السلام عليكم. تخيل انك عايش في عالم ما فيهوش كهرباء ولا تليفونات ولا حتى ميه نظيفه، عالم من غير عربيات ولا طيارات ولا حتى ثلاجات. معظم الحاجات اللي احنا بنعتبرها عاديه دلوقتي كانت في وقت من الاوقات مجرد افكار خياليه او حتى محدش قدر يتخيلها. ودلوقتي هنرجع بالزمن ونشوف ازاي كانت الحياه قبل كتير من الاختراعات اللي بنعتبرها دلوقتي جزء اساسي من حياتنا. انا احمد حفني، ولو لسه جديد ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان توصلك فيديوهاتنا باستمرار. زمان النور كان مرتبط بطلوع الشمس، يعني أول ما تغيب الدنيا بتتحول لضلمة وكل الناس بتدخل بيوتها، ولو حد عايز يشتغل أو حتى يتحرك بالليل كان لازم يستخدم الشموع أو مصابيح الزيت. تخيل كده إنك بتحاول تقرأ كتاب بس النور ضعيف وعينك بتوجعك من كتر التدقيق، والشمعة نفسها مش هتطول معاك كتير، ولو خلصت لازم تكون محضر غيرها يا إما مش هتعرف تكمل. ده غير إنها خطر، ولو وقعت ممكن تسبب حريق يدمر البيت كله. وحتى مصابيح الزيت كانت محتاجة زيت باستمرار وريحتها تقيلة، لكنها كانت الحل الوحيد المتاح. وفي الشتاء البرد كان صعب جدا ومفيش دفايات كهربائية ولا حتى سخانات. الناس كانت بتدفي نفسها بالحطب أو الفحم، وده كان بيخلي البيوت مليانة دخان وبيسبب أمراض كتير. وكانوا ساعات بيسخنوا طوب ويحطوه جنبهم عشان يحتفظ بالحرارة، أو يلبسوا هدوم كتير فوق بعض عشان يحاربوا البرد. وفي الصيف كان الجو صعب جدا ومفيش تكييفات ولا حتى مراوح، والناس كانت بتنام على الأسطح عشان ياخدوا شوية هوا، أو كانوا بيبلوا قماش ويحطوه على الشبابيك عشان يرطب الهوا اللي داخل. الحياة زمان كانت أصعب بكتير وكل حاجة كانت بتحتاج مجهود، عكس دلوقتي كل حاجة بقت أسهل بفضل التكنولوجيا. قبل التليفونات التواصل كان بطيء ومتعب، ولو عاوز تبعت رسالة كان لازم تكتبها بخط ايدك وتتأكد منها كويس عشان مش هتعرف تعدلها بعد كده. بعدها بتديها لساعي البريد اللي ممكن يوصلها بعد ايام او حتى شهور حسب المسافة. والاخبار كانت بتتنقل شفهيا او عن طريق الصحف، فكان اي حدث ممكن ياخد اسابيع عشان يوصل للناس. ولو كنت مسافر مش هتقدر تتصل باهلك، وكل اللي تقدر تعمله انك تبعت جواب وتستنى اسابيع لحد ما يوصل. اما لو شخص تايه او مفقود فمفيش وسيلة للبحث عنه غير السؤال عنه في كل مكان، وده كان بيخلي فقدان اي شخص تجربة صعبة ومؤلمة. وبرغم كل ده العلاقات الاجتماعية كانت اقوى، لان الناس كانوا بيعتمدوا على اللقاءات المباشرة بدل المكالمات السريعة. لكن البعد في المسافات كان معناه فقدان شخص لسنوات او حتى للابد. والحياة وقتها كانت مليانة صبر وانتظار، وكل رسالة كان ليها قيمة كبيرة لانها ممكن تكون اخر وسيلة تواصل بين اي اتنين. قبل اختراع العربيات كان أي مشوار بيحتاج مجهود ووقت طويل. الناس كانوا بيعتمدوا على المشي في المسافات القصيرة، لكن لو المشوار كبير كانوا بيعتمدوا على الخيول أو العربات اللي بتجرها. والسفر لمسافات بعيدة كان مغامرة حقيقية، لأن الطرق كانت غير ممهدة ومليانة مخاطر، سواء بقى من قطاع الطرق اللي بيهاجموا المسافرين أو الحيوانات البرية اللي ممكن تشكل تهديد كبير. غير كده السفر كان بياخد أيام أو حتى أسابيع حسب المسافة، وأي رحلة طويلة كانت محتاجة تخطيط كويس، زي مثلا توفير أكل وشرب كافيين للرحلة واختيار طريق آمن وبعيد عن المخاطر. أما نقل البضايع فكان مكلف وبطيء جدا، لأن العربات اللي بتجرها الخيول ما كانتش بتقدر تشيل كميات كبيرة زي الشاحنات الحديثة دلوقتي. والمنتجات اللي بتيجي من أماكن بعيدة كانت غالية جدا بسبب صعوبة نقلها. والمنتجات القابلة للتلف زي الفواكه أو اللحوم كانت بتبوظ قبل ما توصل، وده كان بيخلي التجارة محدودة جدا. الحياة قبل النقل الحديث كانت مليانة مخاطر وصعوبات، وكل رحلة كانت عبارة عن مغامرة غير مضمونة، وكان مجرد التنقل من مكان للتاني أخطر بكتير من اللي نتخيله النهاردة. دلوقتي أي سؤال أو معلومة بنحتاجها بنكتبها في جوجل ونلاقي إجابتها في ثواني، لكن زمان الموضوع كان مختلف، ولو كنت عاوز تعرف معلومة كان لازم تروح المكتبة وتقضي ساعات كتير بتدور في الكتب، ولو المعلومة مش موجودة في الكتب اللي عندك ممكن تضطر تروح مكتبة تانية أو تسأل حد متخصص. والبحث عن إجابة كانت عملية طويلة، والمعلومات مش دايما متاحة بسهولة. الأخبار برضو ما كانتش بتوصلك فورا، وكان لازم تستنى الجرايد ونشرات الأخبار اللي بتنزل في مواعيد محددة عشان تعرف إيه اللي بيحصل حواليك في العالم. والأخبار المهمة ما كانتش بتوصل بسرعة، وكتير من الأحداث كانت بتوصل للناس متأخر وأحيانا بعد ما كل حاجة بتكون انتهت. والتواصل كان معتمد على التليفونات الأرضية أو حتى الخطابات الورقية، مفيش بقى رسائل سريعة ولا إشعارات، ولو حد عايز يوصلك مش هيقدر يلاقيك في الوقت المناسب. ولو عاوز تكلم حد مش موجود في البيت مفيش غير إنك تستنى لحد ما يرجع أو تبعت له جواب ممكن ياخد أيام عشان يوصل له. والترفيه برضه كان محدود، مفيش إنترنت أو موبايلات، وكان التلفزيون بمواعيد محددة، ولو فاتك برنامج خلاص راحت عليك. والأفلام والمسلسلات كانت بتتعرض مرة واحدة، ولو عاوز تشوف فيلم كان لازم تستنى عرضه في السينما أو حتى تأجره من محل. وألعاب الفيديو كانت بسيطة جدا، ومعظم الترفيه كان معتمد على الخروج مع الصحاب أو قراءة الكتب والمجلات. الحياة قبل السوشيال ميديا والإنترنت كانت أبطأ وأصعب، لكن في نفس الوقت كان ليها طعم مختلف.
قبل اختراع التلاجات الحفاظ على الأكل كان تحدي كبير وصعب جدا. الأكل كان لازم يتطبخ ويتاكل بسرعة قبل ما يبوظ لأن مفيش طريقة لتخزينه لفترة طويلة، واللحوم كانوا بيخزنوها عن طريق التمليح أو التدخين وده كان بيخلي طعمها يتغير، لكنه كان الحل الوحيد عشان تفضل صالحة للأكل بعد كده. والخضروات والفواكه كانوا يا إما بيجففوها أو يخللوها عشان يقدروا يستخدموها بعد الموسم بتاعها، وده كان بيغير طعمها لكنه كان الحل الوحيد عشان تفضل صالحة للأكل لأطول فترة ممكنة. والمية الساقعة كانت رفاهية مش متاحة لكل الناس، والناس كانوا بيستخدموا أواني الفخار لتبريدها، لكن لو حد عايز تلج كان لازم يجيبه من أماكن بعيدة أو يخزنه من الشتاء وده كان صعب ومكلف. وفي الأماكن الباردة كانوا بيجمعوا الجليد ويخلوه تحت الأرض في أماكن مغلفة بالقش أو نشارة الخشب عشان يفضل متماسك لأطول فترة ممكنة. لكن في الأماكن الحارة فكرة وجود مية ساقعة في الصيف كانت شبه مستحيلة، وده كان بيخلي الناس تلجأ للحيل البدائية عشان تخفف الحر، وكانوا بيحاولوا يبردوا المية باستخدام الفخار أو النوم في أماكن مفتوحة عشان يستفيدوا من أقل نسمة هواء. الحياة قبل الطب الحديث كانت صعبة جدا وغير آدمية. زمان مجرد جرح بسيط كان ممكن يكون نهاية حياة شخص لأن ما كانش فيه مضادات حيوية، وأي عدوى كانت بتنتشر في الجسم من غير ما يكون فيه وسيلة فعالة لمقاومتها، والجراحات كانت بتتم بدون مخدر فالمريض كان بيحس بكل حاجة وكان لازم يمسكوه عشان يمنعوه من الحركة أثناء العملية، وده كان بيزود نسب الوفيات بسبب النزيف الحاد أو الصدمة. أما الأمراض المعدية فكانت بتنتشر بسرعة رهيبة لأن مفيش حد كان فاهم نظرية الجراثيم، والعلاجات نفسها كانت بدائية جدا وكانوا بيعتمدوا على الأعشاب والحجامة أو حتى طرق غريبة زي إحداث جروح عشان يطلعوا الدم الفاسد. والولادة كانت من أخطر التجارب اللي ممكن تمر بيها أي ست لأن نسبة الوفيات بسبب الولادة كانت عالية جدا، وده بسبب النزيف أو العدوى أو حتى الولادات المتعثرة اللي ما كانش لها أي تدخل طب متقدم. المستشفيات نفسها كانت أماكن خطر لأن الأدوات كانت بتستخدم بدون تعقيم والدكاترة نفسهم ما كانوش بيغسلوا إيديهم بين مريض والتاني. أما الأطفال فكانوا أكتر ضحايا العصر ده لأن مفيش تطعيمات تحميهم من الأمراض القاتلة زي الجدري أو الحصبة، وده كان بيخلي نسب الوفيات بينهم مرتفعة جدا. وأي طفل كان بيعدي فترة الطفولة كان بيعتبر محظوظ لأن كتير منهم ما كانوش بيكملوا حياتهم بسبب الأمراض اللي بقت دلوقتي بتتعالج بكل سهولة. والحياة قبل الطب الحديث كانت مليانة مخاطر وكان مجرد الإصابة بأي مرض بسيط ممكن تكون النهاية، لحد ما حصلت بعد كده الثورات الطبية اللي غيرت كل حاجة وأنقذت البشرية. زمان عشان تلاقي ميه كويسه ده كان تحدي يومي لان مفيش حنفيات ولا فلاتر والميه الصالحه للشرب كانت نادره، والناس كانوا بيعتمدوا على الانهار والابار او حتى مياه الامطار، لكن المشكله ان المصادر دي كانت غالبا بتكون ملوثه وده كان سبب رئيسي في انتشار امراض خطيره زي الكوليرا والتيفود. ومجرد شرب ميه ملوثه او غير نظيفه كان ممكن يؤدي للموت، والاطفال كانوا هم المعرضين اكتر للخطر لان مناعتهم ضعيفه. وفي اماكن الفضلات البشريه كانت بتترمي في الشوارع او حتى في الانهار وده كان بيحول الميه نفسها لمصدر الامراض بدل ما تكون مصدر الحياة. وحتى الحضارات المتقدمة زي الرومان كان عندهم أنظمة قنوات مائية متطورة لكنها برضه ما كانتش محمية من التلوث. وفي المناطق الريفية الناس كانوا بيمشوا لساعات طويلة عشان يلاقوا مصدر مية نظيف وكويس، وأحيانا كانوا بيضطروا يغلوا المية أكتر من مرة قبل ما يشربوها عشان يقللوا نسبة التلوث، لكن ده ما كانش حل مضمون. الأوبئة كانت بتنتشر بسرعة رهيبة بسبب استخدام المية نفسها في الشرب والغسيل وحتى الطهي من مصادر ملوثة، لكن مع تطور أنظمة الصرف الصحي ومحطات تنقية المياه الوضع اتحسن تدريجيا. ظهور الفلاتر والمعالجة الكيميائية ووجود شبكات مياه آمنة أدى لانخفاض كبير في معدلات الوفيات، ودلوقتي بكل سهولة تقدر تفتح الحنفية وتشرب مياه كويسة ودي تعتبر رفاهية ما كانتش متاحة لمعظم الناس زمان. في النهاية الحياة قبل الاختراعات الحديثة كانت مليانة تحديات وكل حاجة كانت بتاخد وقت ومجهود أكبر بكتير من دلوقتي، وبرغم إن التقدم والتكنولوجيا خلوا حياتنا أسهل لكن كمان غيروا شكل العلاقات والتواصل بين الناس للأبد. يا ترى لو كنت موجود في الزمن ده كنت هتقدر تعيش ولا كنت هتشوف الحياة مستحيلة؟ أخيرا لو الحلقة عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا باستمرار، وما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات وتقول لنا حابب نتكلم عن إيه بعد كده. سلام.